خلينا نروح لزميلي وصديق البرنامج الدائم منعم بن المقدم، زميلنا الصحفي المغربي من المغرب، والتجهيزات الخاصه بلقاء النهائي. واكيد طبعا استعداد بيبقى مختلف للمباراه النهائيه، خصوصا لما بيكون على الارض الفريق الوداد. واكيد الوداد طبعا السنه اللي فاتت كان النهائي كان على ارضه، السنه دي اهو المباراه الثانيه على ارضه. الوضع الحالي والتجهيزات هتبقى اكيد مهمه في الفتره دي. تحياتي ليك يا استاذ منعم. تحياتي لك زميلي محمد فاروق والى كل مشاهدي ومتتبعي برنامج البريمو. اهلا وسهلا. يعني اكيد المباراه القادمه والفصل بقى في النهائي هذه النسخه، تجهيزات فريق الوداد، الاحوال الخاصه بالاستاد ودخول الجماهير. ارجو من حضرتك برضو سرد الموقف الحالي بالنسبه للتجهيزات دي. بداية دعني محمد فاروق افتح معك قوس تقديرا لكم وايضا لبرنامجكم المحترم. يعني هي مجرد ملاحظات هنا تفضل من طرف جماهير نادي الوداد، تقديرا لي وتقديرا لكم، ولا بد من اثارتها لانها كانت قد طرحت جدلا واسعا. وبما اننا بكامل الاريحيه يعني نمر معكم ولنا الشرف مثل انكم تطلبوننا عند كل مره وتجدوننا يعني اهلا وسهلا. هناك مؤاخذات نابعه من التقدير المتبادل بين المغرب ومصر، وكان لنا اجتماع امس واول امس وتداولنا في هذا الامر كزملاء اعلاميون وحتى مع فصائل الوداد. وحين أقول لك بهذه الملاحظات فهي من كما قلت لك نابعه من تجذر علاقات المغرب ومصر، على اعتبار ان تجليات ما حدث في ملعب القاهره من رشق للاعبي ومكونة الوداد بالقارورات وبعض الانفلاتات اللي حدثت في مدرجات ملعب القاهره يعتبران يعني حدثان شاذان غير مألوفان على مستوى مباريات المغرب ومصر كرويا. البعض يرى هنا ان بعض التحاليل المفرطه في خروج عن النص الفني، وانا كل مره كنت امر معكم كنت دائما ادلي ببيانات رقميه كلها في صميم كره القدم، احصائيات وتاريخ المواجهات والروح الرياضيه يعني للفائز وتهنئه الفائز والشد على يد المنهزم. كان هناك عتاب يعني لا اقول خفيف، ولكن طالما انه برنامجك زميلي محمد واقول كان بودي لو كان هنالك، لانني اعلن اثارتها لانها كانت قد طرحت جدلا واسعا. وبما اننا بكامل الاريحيه يعني نمر معكم ولنا الشرف مثل انكم تطلبوننا عند كل مره وتجدوننا يعني اهلا وسهلا. هناك مؤاخذات نابعه من التقدير المتبادل بين المغرب ومصر، وكان لنا اجتماع امس واول امس وتداولنا في هذا الامر كزملاء اعلاميون وحتى مع فصائل الوداد. وحين أقول لك بهذه الملاحظات فهي من كما قلت لك نابعه من تجذر علاقات المغرب ومصر، على اعتبار ان تجليات ما حدث في ملعب القاهره من رشق للاعبي ومكونة الوداد بالقارورات وبعض الانفلاتات اللي حدثت في مدرجات ملعب القاهره يعتبران يعني حدثان شاذان غير مألوفان على مستوى مباريات المغرب ومصر كرويا. البعض يرى هنا ان بعض التحاليل المفرطه في خروج عن النص الفني، وانا كل مره كنت امر معكم كنت دائما ادلي ببيانات رقميه كلها في صميم كره القدم، احصائيات وتاريخ المواجهات والروح الرياضيه يعني للفائز وتهنئه الفائز والشد على يد المنهزم. كان هناك عتاب يعني لا اقول خفيف، ولكن طالما انه برنامجك زميلي محمد واقول كان بودي لو كان هنالك، لانني اعرفه منذ سنوات رضا عبد العال وبعض التحليل الخارج عن سياقات كره القدم. هم يرون هنا ان هناك هذه التحاليل التي تتحدث عن فوزي لقجع وتدخل التحكيم وبامناكتيسيما ومعطيات خاطئه من قبل انه سيعتزل بالمغرب وامور نقلوها لي كانت عبر برنامج البريمو. لا هو الفكره كابتن رضا عبد العال يا صديقي منعم، بس عشان طبعا كابتن رضا هو يعني من الركائز الاساسيه للبرنامج، وبالتالي حريه الراي وحريه راي كابتن رضا، وهو نجم كبير ونجم في كره القدم ومنتخب مصر والنادي الاهلي ونادي الزمالك، وبالتالي ورؤيته اللي ممكن يحصل في ماتش. هو لاعب كوره ومر بظروف كتير جدا في كره القدم، وبالتالي هو بيشوف ما بيقولش ان ده هيحصل. يعني احنا نتمنى ان مفيش حاجه تحصل ولا اي مشكله تحصل، وان النادي الاهلي زي ما استضاف بعثه الوداد بالشكل الجميل ان شاء الله برضو النادي الوداد يستضيف النادي الاهلي هناك بشكل جميل. احنا بنقول كلام في الكوره
مش بعيد عن تعرف الكوره. محمد انت تعرف عقليه الجمهور، صعب جدا ان توغل هذه الافكار في عقليه الجمهور. الجمهور يتابع فقط بعض التحاليل ولو كانت سطحيه ياخذها على ماخذ الجد. وانا أوكي. هنا حين ادلي لك بهذه الفكره كان بالامكان ان اقولها لك، وكان لا بالامكان لا ان انا حضرتك بتقول لي وجهه نظرك والعتاب، وانا بقول لك فكر ممكن نجم كبير ولاعيب كوره مر بظروف في كره القدم. نجم كبير او ليس نجم كبير محمد، انا قلت لك بانه حين نحلل مباريات المغرب ومصر عبر التاريخ راس مال العلاقات الكرويه وغير الكرويه والاجتماعيه بين الشعبين المغربي والمصري تجاوزت قصه ثانيه طبعا، قصه ثانيه دي وما يمكن ان اضمن ولا مره مثلا اننا خضنا مباراه في مصر او وجدت محلل يقول بان الحكم الفلاني سيرشح كفه نادي الاهلي او المنتخب المصري او الزمالك او شيء من هذا القبيل. ولا مره تم التشكيك في تدخل طرف من الاطراف على مستوى الكاف او قرارات لترجيح كفه. انا اقول لك بانه من حقه كلاعب سابق في الكره المصريه ان يدلي بدلوه امور الفنيه، لكن بعض الامور مغلوطه من قبيل مثلا ان باملاك تيسيما لن يعتزل محمد فاروق. باملاك تيسيما لديه عقد مع الاتحاد الافريقي يمتد الى غايه 2024، بقي في عامين سنتان. والموسم المنصرم كنا بالمغرب كان هناك الوداديون معترضون على تعيين باملاك تيسيما على اعتبار انه يعني حكم له سوابق مع الوداد، له 6 مباريات نال من الوداد، اخرها كان في غرفه الفار النسخه السابقه مع الحكم فيكتور غوميز. في النسخه السابقه ايضا زميلي محمد فاروق فيكتور غوميز ادار مباراته الاخيره واعتزل. صحيح والامور عاديه جدا. لكن حين يتم التلميح الى ان باملاك تيسيما سيقود مباراته بالمغرب ويعتزل وانتم تعرفون البقيه مثل هذه التلميحات، توحي على ان هناك طبخات سريه. وهذا في الاخر صديقي منعم هي كره قدم 11 ضد 11 والتحكيم في تقييم من الاتحاد الافريقي يعني الاتحاد الافريقي بيقيم الحكم، وفي امور كثيره جدا بتقيم الحكم، وبالتالي حتى بملاك تيسيما لو احنا بنتكلم ان هو يعتزل فهو يعني عشان يعتزل يهمه جدا ان هو يعتزل بقى وهو في اوج تألقه في التحكيم. احنا بنتكلم في امور كثيره يعني ممكن في كره القدم. بس كده كينوني هذا القوس. انا فقط قسمت معك هذه النقطه لادلك على شيء ما، وهو ان نادي الاهلي جماهير الاهلي كل المصريون المقيمون بالدار البيضاء مراكش والرباط والنواحي سيحظوا بتقدير خاص طبعا في مدرجات جنوبيه، يعني جماهير الكره، حيث المنطقه المخصصه لهم في منطقه يعني تضم 2000 تذكره مثل العدد الذي خصصوه لنادي الوداد في القاهره. باقي الامور الاخرى هي مباراه ابدان والسقان داخل مرقعه الملعب بين لاعبي الاهلي وبين لاعبي الوداد، بين كولر وبين فاندربروك، بين ناديان يشتركان في نفس اللون وفي نفس الطموح. غير هذا لا توجد مؤشرات او تفاصيل خارجيه قد تتدخل في هذه المباراه، وهذا امر يعني لا يمكن ان يختلف في اثنان، على اعتبار النقل التلفزيوني، على اعتبار الضيوف الحاضرون، رئيس الكاف، افراد المكتب التنفيذي برمته، ضيوف اخرون ربما من الفيفا بحسب المعطيات المتجمعه لديه، وضيوف اخرون من السوبر ليج من الرعاة الجدد. ونادي الوداد والاهلي المصري هم طرفان في قطبي السوبر ليج النسخه التي ستلعب في الصيف. لذلك كي ننهي هذه الامور هو نهائي القرن، نهائي جميل، نهائي جذاب. صحيح هناك يعني انا قلت لك محمد فاروق، قلت لك قبل اسبوع الحسم سيكون بالدار البيضاء. صحيح. على اعتبار ان نتيجه الذهاب لم تحسم بغض النظر كيفما كانت ستنتهي النتيجه، الحسم في الدار البيضاء. اليوم تواجدت ورأيت بأم العين الدار البيضاء لبست ثوب النهائي، لا حديث ولا صوت يعلو على صوت اللون الأحمر، وقبالة مركب بن جلون حيث جماهير الوداد، وحيث الوداد سيبتعد يوم غد بمشيئة الله تعالى ليغادر صوب العاصمة الرباط أو ضواحي الرباط ليعسكر بعيدا داخل مجمع محمد السادس من أجل التحضير لنسخة قلت لك فيها الثالثة ثابتة. هل هي انتصار الثالث والتتويج الثالث للوداد أم أن الأهلي المصري سيكون رأي مخالف هذه المرة؟ طيب بالنسبة للحالة الخاصة لفريق الوداد، هل في إصابات ما زالت؟ طبعا بعض اللاعبين كان مش غايبين في الماتش اللي فات، هل ممكن في لاعبين يعودوا الماتش ده ولا نفس التشكيلة ونفس القائمة الخاصة بفريق الوداد في الماتش اللي كان موجود في القاهرة؟
لا الى غايه اللحظه لا معطيات في هذا الصدد، يعني الى غايه حصه كان وصولهم صبيحه يوم امس من مطار القاهره، كان يوم راحه، التدريبات عاديه جدا، لا وجود يعني لمؤثرات الشحن، على اعتبار ان الامور جديه بالنسبه للمدرب سفان فاندربروك ستبتدئ بدايه من يوم الاربعاء يعني داخل مجمع محمد السادس. كانت هناك يعني متابعه صحيه لحاله اللاعب زولا الذي ليس على ما يرام، المدافع الكونغولي الدولي المصاب على مستوى الراس، كان قد اصيب في مباراه سان داونز. ايضا هناك اصابه اللاعب سامبو جونيور بدوره يعاني وليس في افضل حال، وايضا اصابه اللاعب زهير المترجي الذي كان قد عاد بعد فتره 3 اشهر، ولكن هي اصابات اقول لك لن تحول دون مشاركه. يعني زهير سليم، لان النهارده بعض الاخبار بتقول ان زهير عنده اصابه في الكاحل وممكن ما يكونش موجود الماتش القادم. خلي بالك الجون اللي جه كمان فيك ان انت كان في سرحان من بعض اللاعبين او عدم تركيز. سرحان ايه ده؟ مقطوعه من علي معلول. ماشي، ما مقطوعه والراجل ما سرحان كملش ايه؟ ما ضغطش. ده ديانج ومحمد هاني اللي محمد عبد المنعم اللي كابتن فيه بتبقى عدم تركيز او سرحان شويه من بس بعض ماتشات زي اللاعبين. كابتن ما ينفعش يا عم، ده مقطوعه من علي معلول. انا مش شايف ان في مشكله يا فاروق، ان في مشكله في الهدف. انا مش شايف ان انت في مشكله ان الوداد مين يتحمل الهدف يا كابتن رضا؟ علي معلول. علي معلول، لان طيب في انت ما ردتش بسرعه. لا يا حبيبي، ده هي طالعه من رجليه غلط في الاول. هو استنى هناك ناحيه الليفت، ما اعرفش عايز يرقص ولا عايز يباصي، اتضغط عليه، اتعملت غلط، راحت للراجل، قام الراجل حاططها، الراجل جه من ورا بسرعته، خد محمد عبد المنعم وقام جاي عاملها بالعرض. ده وكان في المفروض يبقى في واحد من الثلاثه، مروان عطيه او حمدي فتحي كانوا واقفين على ديانج. لا ديانج موجود، بس ديانج كان موجود. الكوره جت في اللعيب غيرت اتجاه الفيرود الافريقي هو اللي غمز وراحت للعيب. لكن هي مش مشكله ان انت الوداد يجيب جون يا فاروق، لكن انت فرقه قادره. لا مشكله هنا. ماشي يا كابتن، هنا مشكله كابتن، ما انت ممكن تكسب هناك وتقدر، والاهلي قادر انه يكسب، الراجل ممكن يغير، لسه بدري. انت ما تقدرش تجيب هناك. ما انا بقول لك لو انت 2-0 كنت رايح 2-0 هتهدف 1 و2. لو انت رايح 2-0 طب 2-1 ما تقدرش تهدف؟ لا طبعا، بالقوه الهجوميه اللي عندك. اصل انت مش هتلعب يعني حسين الشحات وبيرسيتاو وكهربا هناك مش هينفع. بص النهارده انت بتلعب في وسط بلدك، في وسط جماهيرك، هناك الجماهير هيصفر عليك وهيدوشك. طب ما هو مش هيخليك جماهير الاهلي كانت بتصفر عليك يا حبيبي. مش هتبقى في حالتك زي كده، وبطريقه كولر ده ان هيروح يدافع هناك. هيدي بص، الشوط الاولاني النادي الاهلي كان الاستحواذ بتاعه كام؟ عالي جدا. فرقه الوداد عدت نص الملعب لحد الدقيقه 38 مرة. لا ما عدتش الا بالكوره اللي هو اول كوره اللي مصطفى شوبير شالها، اللي صدها شوبير الانفراد ده، كوره طويله والراجل قام جاي مريحها للراجل اللي جاي. واخد بال حضرتك؟ وشكلهم ان هم بيلعبوا عليها وبيتمرنوا عليها. واخد بالك؟ دي الثانيه الفاول اللي هي اتشاطت، صح كده؟ تمام. انت راكب الجيم، طب ليه وبقالك اسبوع وانت عارف ومتاكد ان انت هتلاعب فرقه هنقول محترمه في الحته بتاعه التنظيم الدفاعي؟ ما بداتش ليه بعبد القادر وبيرسي تاو وحسين الشحات؟ هم دولت اللي يخلوك تاخد ضربات جزاء وتاخد فاولات ويركبوك على اي فرقه. هو الحقيقه موضوع تغيير الطريقه الكولر انا بشوف ان هو ما بيعملهاش كتير، يعني ما بيطلع حد بيبقى اللعيب اللي هينزل بنفس المكان. هو تغييراته نمطيه يا فاروق، انه انت بيغير، يعني مثلا ما بيلاقيش مثلا ممكن يروح يطلع باك ويروح منزل فيرود عشان يزود الجزء الهجومي. ده اللي انا لاحظته على